بس النهارده اول حلقه لينا على اليوتيوب في السيزون الجديد، فقررنا الرجوع المره دي يكون باعظم نادي في الكون. هنتكلم عن التشكيله المثاليه للنادي الاهلي وعن ال 25 او ال 30 لعيب اللي هيشاركوا طول الموسم وكل لعيب دوره ايه قبل بدايه الدوري. فيلا بينا يلا بينا. بص يا معالي الباشا، النادي الاهلي المفروض عنده عمق سكواد مش عند اي فرقه في الدوري المصري، سواء بيراميدز او الزمالك او مودرن او ايا كان. هو اعلى فرقه دلوقتي عندها سكواد. يعني هاجي اكلمك في حراسه المرمى، هنتكلم عن كل مركز وكل مركز بيلعب فيه كام لعيب وكل لعيب دوره ايه، وفي الاخر خالص هنقول التشكيله المثاليه للنادي الاهلي. عندنا في مركز حراسه المرمى 3 لعيبه على اعلى مستوى، اولهم كابتن محمد الشناوي قائد الفريق، تانيهم كابتن مصطفى شوبير، تالتهم سيحه. تمام. ويتميز فيهم مصطفى شوبير باللعب بالقدمين، لان المدرب ده بيحب يفتح الاطراف دي كده عشان الحارس يسقط ويبتدي هو يبقى الليبرو في مرحله تحضير اللعب. يبقى انا بالنسبه لي الحارس رقم واحد اللي انا شايفه يقدر ياخد وقت اكبر من بقيه الحراس ولو بنسبه 60% او 55%، فهو مصطفى شوبير. يجي بعد الشناوي اللي انا شايفه فاضل له سيزون او 2 ويعتزل يبقى كادر كبير جدا من كوادر النادي الاهلي، واعتقد هو ده مدير الكره المستقبلي للنادي الاهلي. يبقى الحراسه هتتبادل بين مصطفى شوبير وبين الكابتن الشناوي. تمام. في الحته دي على حسب الماتشات. طيب قلوب الدفاع مكونه من 2. بالنسبه لمستر ريبيرو، اللعيب اللي بيلعب برجله هو اللعيب رقم 1 عنده. يعني انت ممكن تلاقي قفشه اصلا اساسي 3-4 ماتشات حتى لو احنا كلنا شايفين ان مستواه مش زي لعيبه تاني في نص الملعب. يبقى انا بالنسبه لي اللعيب رقم 1 عند ريبيرو احمد رمضان بيكهام، تانيهم ياسين مرعي، تالتهم اشرف داري، رابعهم مصطفى العش، وخامسهم ياسر ابراهيم، لان ياسر ابراهيم اقواهم في الثنائيات. المدافع اللي هو دستورير ودايما مفسد للهجمات ودايما المدافع اللي دايما مع المهاجمين وزي ما بيقولوا كده رخم بالكوره، لكن ياسر ابراهيم بالنسبه لريبيرو اللاعب رقم 5. يبقى كده كلنا عارفين ان رمضان بيكهام وان ياسين مرعي وان اشرف داري الثلاثه هيبقوا اساسيين عنده، وياسر ابراهيم انا متاكد مليون في الميه هيحارب على المركز ده لحد ما ياخد مركز اساسي فيه. ناحيه الشمال بعد رحيل الاسطوره الكبيره علي معلول هيلعب محمد شكري بالنسبه لي في ناحيه الشمال، ومحمد شكري مستقبل الباك الشمال في النادي الاهلي من ايام ما كان في الناشئين. خلاص خد فتره اعارات ومكسر الدنيا. محمد شكري بيقدر ينزل لي هنا في نص الملعب عشان يكمل في مرحله تحضير اللعب ويعمل الكور القطريه. محمد شكري بيقدر يسقط هنا ويبقى هو الوينج باك عشان دخل تريزيجيه او بن شرقي. ومحمد شكري لو نزلته في انصاف المساحات احنا شفناه بيتميز بالشوط الكتير جدا. ومحمد شكري لو تفتكروا بيلعب ضربات ثابته على اعلى مستوى، جاب جون جامد قوي في كاس الرابطه وجاب جون قبل كده في افتتاحيه الدوري لما كان مع سموحه وجابه في ايه في نادي الاتحاد. فانا بالنسبه لي ناحيه الشمال هيبقى محمد شكري. هنا هنيجي لناحيه اليمين اللي عليها لغز كبير جدا. طيب مين بديل محمد شكري؟ ريبيرو شايف ان بديل محمد شكري وان جوكر الفريق هو كريم فؤاد، وزي ما نهيت من ناحيه الشمال بكريم فؤاد هنقل ناحيه اليمين. انا بالنسبه لي كريم فؤاد يلعب باك رايت، لان كريم فؤاد بالخروج بالكوره حاجه محترمه جدا، لان محمد شكري بالخروج بالكوره عالي، لكن محمد هاني مدافع يعني دفاعيا احسن في الواحد على واحد ويسقط يبقى مدافع ثالث. فانا بالنسبه لي لو انا هلعب بثلاثه هنا وطاير شكري يبقى محمد هاني، لكن لو انا هنزل بباك زيه زي محمد شكري هبتدي اطلع بالرمضان خطوتين لقدام واروح بكريم فؤاد. عمر كمال برضو لعيب جوكر، بيلعب ناحيه اليمين وبيلعب ناحيه الشمال، ولكن ريبيرو شايف ان عمر كمال مستواه متراجع بالنسبه يعني اللي قبل ما يجي من الاهلي او لبدايه فترته مع الاهلي، وانا شايف ان ده سبب كبير فيه مارسيل كولر. يبقى احنا كده متفقين ان اللعيب رقم 1 هو كريم فؤاد هنا، ولو اللعيب رقم 2 هنا هيبقى كريم فؤاد. يبقى كريم فؤاد معايا في معظم الماتشات لانه لعيب جوكر. خلاص انا كده يعني خلاص متاكد ان انا لو بلعب تحضير هجمه رمضان بيكهام وياسين مرعي احسن 2 بيحضروا له الكوره، والاثنين هيفتحوا هنا عشان الباكات تبتدي تخرج ويبتدي الحارس هو اللي يلعب برجله. على فكره محمد الشناوي اتطور كتير قوي في الفوت ورك بتاعه، فانا بالنسبه لي برده الشناوي مش هيسيب مكانه بسهوله عشان انتوا تبقوا فاهمين. هنيجي لمعمعه نص الملعب على الدايره لحد ما مروان عطيه يجي ويرجع من الاصابه بتاعته. ديانج هو اللي هيلعب، لكن ديانج عنده مشاكل كبيره جدا في الخروج بالكوره. ديانج بيستلم، لو استلم من ياسين مرعي بيرجع لياسين مرعي، لو استلم من رمضان بيكهام بيرجع لرمضان بيكهام. ديانج بيبقى عنده مساحات كبيره جدا وهو بظهره يقدر يلف ظهره ويروح وياخد المساحات بالسرعه بتاعته، بس ديانج ما بيعملهاش لان ديانج عنده حته السكاننج مش احسن حاجه. لكن ديانج كلاعب دستروير ويغطي مساحات ولاعب هولدنج على الدايره، فانا بالنسبه لي ديانج رقم 1 في الدوري المصري كله. لكن كلاعب بالكره وهيخرج لك لا. طب ايه الحل؟ الحل في بن رمضان او امام عاشور. يعني وانا بخرج بالكوره
المفروض بن رمضان هو اللي هيسقط لي، تمام، وديانج هو اللي ياخد الخطوتين لحد ما ابتدي اخرج، ويبتدي ديانج هو اللي يسلم لمين؟ لبن رمضان. يا اما انت تطور ديانج في الحته دي، وانا بالنسبه لي ديانج لو اتطور في الحته دي هيبقى واحد من احسن 5 لعيبه جم جوه قاره افريقيا في الحته دي كلها. يبقى خلينا متفقين ان ديانج لو اتطور بالكوره يعتبر ان محدش هيطلعه خالص من التشكيله، لكن مروان عطيه اول ما هيجي مروان عطيه بيخرج بالكوره احسن من ديانج بكتير. وخلي في علمك مروان اتطور في حته الاسكاننج كمان اكتر من الاول. امام عاشور كلنا عارفين انه مصاب، ولكن خلينا متفقين لحد ما امام عاشور يرجع هيلعب بمين؟ قدامه كذا حل. اولا برمضان هو اللي هيبقى اساسي، لان برمضان زي ما قلت لك لو انا هخرج بالكره هيبتدي برمضان هو اللي يروح. لو انا هطور في الهجمه فبرمضان يقدر يعمل لي هنا مربع مع محمد شكري ومع بن شرقي او تريزيجيه، تمام، ومعاهم صانع اللعب سواء قفشه او بن شرقي. يعني لو بن شرقي بيلعب صانع لعب هو اللي هنا، لو بن شرقي بيلعب لعيب على الجناح يبقى هو اللي هنا. يبقى ساعتها هقدر انا اعمل المربع ده بمحمد شكري وبالرمضان وبصانع اللعب وبالجناح الشمال ايا كان مين فيهم. يعني معنى كده انت بتقول لي انت عايز بن شرقي هو اللي يلعب لحد ما امام عاشور يرجع؟ انا شايف ان بن شرقي هو اللي يلعب، لكن انا متاكد ان ريبيرو هيلعب بقفشه لحد ما امام يرجع، ودي فرصه قفشه الاخيره عشان يثبت نفسه. ليه؟ قفشه بيعرف يقف على الكوره، بيعرف ينقل الكوره، بيعرف يغير ملعب، بيعرف يسيستم الدنيا في الحته دي كلها. لكن قفشه في مرحله الضغط مش احسن حاجه، من الاخر كده بيحلق، يعرف يقفل لك مسار تمرير مره واحده ما يقفلوش المره الثانيه. طيب يبقى كلنا عارفين قفشه في وقت حيازه الكوره هو من اعلى اللعيبه عندك في الملعب، لكن في وقت الضغط وفي وقت المرتدات وفي وقت ان انا بعمل تحولات لا، امام عاشور واحد بس. قفشه اخره هنا، قفشه ما عرفش يلعب كمهاجم تاني، قليل قوي لما يلعب كمهاجم تاني. يبقى انا كده عندي بالرمضان ولحد ما امام يرجع يا اما قفشه يا اما بن شرقي. طب بن شرقي لو هيلعب صانع لعب يعرف ان تريزيجيه هو اللي يلعب هنا، والخطه هتبقى 4-4-2 عشان بن شرقي هو اللي هيبقى جنب المهاجم. وهنيجي بقى لحته الاجنحه. حته الاجنحه بتقول تريزيجيه او بن شرقي، امتى العب بالاثنين؟ لو انا هلعب بامام الافوق فيهم هو اللي يلعب. لو انا هلعب تحولات لا تريزيجيه. لو انا هلعب دايما ماتش استحواذي ودايما ماتش 1-على-1 ودايما ماتش فيه مساحات يبقى انا هلعب ببن شرقي. انا شايف ان بن شرقي واحد من اعلى اللعيبه اللي جت جوه الدوري المصري، وبن شرقي اعلى جناح في الاجنحه دي كلها في حته ال1-على-1 وان هو يخلص لك ماتش من ربع فرصه. هنيجي بقى لخط الهجوم اللي بعد رحيل وسام ابو علي هيبقى فيه مشاكل كتير. مشاكل يا صاحبي مشاكل. ليه جراديشار ما يلعبش؟ ليه محمد شريف ما يلعبش؟ طب ليه مش ليه؟ مبدئيا كده رقم واحد عند الراجل هو محمد شريف. في الماتشات الوديه قدر محمد شريف يخطف انظار ريبيرو بنسبه كبيره. ليه؟ محمد شريف ميزته حاجتين، يا بيخطف المدافعين في ظهرهم وتلاقيه خلق لنفسه موقف انفراد، يا اما بيخطف على القريبه ويحط في الزاويه اللي هي هتبقى صعبه على اي حارس. جاب جون كده في الماتش الودي، تمام، في ماتش من الماتشات الوديه، ولو تفتكر عمرو السوليه لما عمر له الرابونه حطها بالرجل العكسيه في عكس اتجاه ابو جبل. فدي ميزه كبيره جدا عند محمد شريف. يعني معنى كده انت بتقول ان محمد شريف هيبقى رقم واحد عند راجل؟ اقول لك بس في ماتشات بتلعب انت الفرق اللي قدامك بتلعب كومباكت جيم. يعني بمعنى صح ايه؟ انت محتاج تسحب على الاقل مدافع وباك عشان تفضي مساحه لمين؟ للي جايين من ورا. احنا قلنا طبعا احمد السيد زيزو مفيش غنى عنه هنا، حلو الكلام. ولو مش احمد السيد زيزو هيبقى طاهر، لسبب طاهر لو نزل جنب شريف يبقى هينزل مهاجم تاني ويبتدي يفضل سكه لمين؟ لكريم فؤاد. طيب وساعتها هنلعب ب4-4-2. طيب طاهر لو راح ناحيه الشمال، طاهر ساعتها هيلعب عرضيات، وده اللي متفق معاه ريبيرو عليه. انت يا طاهر لعيب من اللعيبه الاساسيه معايا، عشان كده هيبقى في تنافسيه كبيره جدا بين زيزو وطاهر على المركز ده، لان الناحيه الثانيه موجود مين؟ موجود بن شرقي وموجود تريزيجيه. زي ما انا بقول لك لو انا محتاج لعيب يبتدي ياخد لي مدافع او اتنين وفي الثنائيات قوي وفي الرأسيات قوي هلعب جراديشار. لو انا محتاج لعيب يخطف لي على طول لا، انا متاكد ان محمد شريف. ولو جراديشار مشيت معاه في الفتره اللي قبل ما يجي فيها الكابتن عماد النحاس وكان مكسر الدنيا، انا بقول لك جراديشار بنسبه كبيره مش هيخرج من الملعب. فدي واقف عليهم حاجتين، ان جراديشار يرجع للفورمه بتاعته، وان شريف يكسر الدنيا ويكمل في الفورمه اللي هو جايبها. ساعتها ريبيرو هيبقى معاه 2 مهاجمين يقدروا يعوضوا له وسام ابو علي بكتير جدا. بس خلي بالك الاهلي كده بيعمل ريسك قوي، ان دلوقتي الاثنين دول لو واحد منهم اتصاب مش هيبقى معاك واحد على الدكه، فده ريسك كبير. فهل الاهلي يعتمد على حمزه عبد الكريم اللاعب الشاب ولا لا؟ ولا هل الاهلي هيستنى ان يناير يشوف الدنيا هتمشي ازاي؟ طب مكملين، طب الاثنين دول جامدين، طب الكلام ده كله نجيب لعيب في يناير؟ ده اللي احنا هنشوفه. لو زيزو لعب عرضياته وبن شرقي لعب عرضياته، فساعتها جراديشار هياكل ويشرب لحد ما يقول له باشا جوه منطقه الجزاء
وهيجيب اجوان بالهبل، لان جراديشار في الفينش وفي الرأسيات اعلى من شريف. شريف عنده مشكلتين بقى، ان شريف في الثنائيات دايما بيخسرها، شريف في الرأسيات مش احسن حاجه، وشريف قليل جدا لما بيجيب جون برأسيه. فواجب على ريبيرو ان هو يطور شريف في انهي حته، في ان هو يلعب بدماغه كويس جدا، وهو دايما يخلق له مواقف فيها ثنائيات وهويات عشان يعرف يتحكم في الكوره. يبقى احنا كده، انا بالنسبه لي تشكيله الاهلي هقولها لك في اخر الفيديو، فاستناني. يبقى احنا كده في مرحله البناء، خلاص عرفنا هتبتدي من عند الاثنين دول، تمام. ولو الاثنين باكات دول واحد منهم دخل لجوه يبقى هم هيشاركوا برده في مرحله البناء. ولو ديانج ما ثبتش نفسه في مرحله بناء الهجمه، هيبتدي بالرمضان هو اللي ينزل لحد ما مروان عطيه يرجع. ولو رحنا لمرحله صناعه الفرص ومرحله التطوير، هيبقى تريزيجيه هو اللي هيخش كده، تمام، وقت ما المهاجم يفضله السكه وتريزيجيه جناح خط. لو بن شرقي هيلعب على المساحات وعلى الواحد على واحد، وانا بالنسبه لي هنا زيزو هيبقى جناح خط بنسبه كبيره، او هيخش لجوه عشان يديني هنا اريحيه في ان انا ابقى عندي صناعه لعب من هنا، ولو الباك جاي من هنا يبقى عنده صناعه لعب من هنا. يبقى انا من الحته دي عندي نقطتين في صناعه اللعب زي المكان ده. لكن الباك اللي هيلعب مع زيزو دايما هيبقى باك خط، الباك اللي هيلعب مع تريزيجيه هيبقى دايما في انصاف المساحات اللي هو شكري، عشان شكري بيشوط كتير. قول لي جميل الكلام. طيب في مرحله ان احنا دلوقتي بنضغط او بندافع، بص يا معلم، لو انا بضغط بالنسبه لي الاهلي لازم يلعب كده، ارجع بدول، حلو الكلام، هات لي بالرمضان يضغط لي على اللعيب رقم 6، ماشي، وهات لي صانع اللعب والمهاجم يبتدوا يضغطوا لي على الاثنين مدافعين، وتريزيجيه وزيزو هيبقوا واقفين لي مع الباكات. يبقى انا ساعتها سايب الجزء ده كله لديانج. بس انا لو ضغطت بالمنظر ده كده هخطف الكرة من التلت الاول، هيبقى عندي مشكلتين. لو الكرة خرجت هخلق مواقف كتير هنا على ديانج بطوله، بس ديانج يسد، بس مش في كل الاوقات هيسد. طب الحل الثاني ان المهاجم هو اللي يبتدي يضغط على الاثنين دول، وارجع صانع اللعب يضغط لي على اللعيب رقم 6، واقف بديانج وبالرمضان كده. بس ساعتها انا مش هقفل برده مسارات التمرير، انا هبتدي اضغط ضغط عالي، والاثنين دول هيبتدوا يضغطوا بالمنظر ده كده، هيبقى ده منظر الضغط بتاعي. حلو الكلام، حلو الكلام. نقطه الضعف الثانيه اللي عند الاهلي عشان انت تبقى فاهمها، لو احنا خرجنا بالكوره، الفرقه اللي قدامي خرجت بالكوره وراحت المساحه دي، الزون 14 دايما بيبقى فيها مشاكل. ولو تفتكر في ماتش بورتو او في ماتشات كاس العالم للانديه كانت كل الاجوان معظمها بتيجي من الشوط من هنا، فدي مشكله كبيره قوي 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 عند النادي الاهلي. هل بقى ريبيرو هيعرف يحلها بان هو يحط اتنين بيفوت على الدايره في اوقات معينه من الماتش؟ طب هل ريبيرو هيبقى مدي ادوار لرمضان ان هو ياخد 60 او 65% جزء هجومي والباقي هيبقى جزء دفاعي؟ اعتقادي برضو كده. نقطة ضعف كمان، قفشة في عملية الضغط مش افضل حاجة، لكن قفشة في عملية الحيازة هو قوي. فعشان كده انت لازما لو قفشة مبقاش في عملية الضغط احسن حاجة، لا ابتدي انا عادي العب ببن شرقي، وساعتها العب ب 4-2-4 في عملية الضغط، وبن شرقي وشريف هم اللي ضغطوا. بقى تشكيلة الاهلي من الاخر، تمام، عشان نقفل بقى الفيديو. انا بالنسبة لي مصطفى شوبير عشان اللعب بالكورة، تمام، ياسين مرعي واحمد رمضان بيكهام، ولو مش احمد رمضان بيكهام يبقى ياسر ابراهيم، لان ياسر ابراهيم قوي واحسن من اشرف داري انا من وجهه نظري. ناحيه اليمين هقول لك كريم فؤاد، وناحيه الشمال هيبقى محمد شكري، اتنين على الدايره ديانجو بالرمضان، تمام. هلعب باتنين اطراف تريزيجيه واحمد سيد زيزو، واتنين في الهجوم بن شرقي ومحمد شريف او جردشار، ما عنديش اختلاف على ده وعلى ده، الاتنين هيفيدوني، تمام. وساعتها بن شرقي لو خد الحريه في الحركه في الكلام ده كله وعمل سويتشات ما بينه وبين تريزيجيه، احنا هنعمل قلق كبير. لو انت بقى وصلت لنهايه الفيديو قول لي ايه رايك في التكتيك بتاع الاهلي، وهل انت شايف انت عايز تضيف نقط ولا المدرب عنده نقط تاني، ولا ده انسب تشكيل ولا ايه بالظبط؟ وما تنساش بقى تفعل الجرس وتعمل لايك وكومنت وتقول لي ايه رايك في الحلقه، وباي ومع السلامه.